هلو بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ طمنوني عليكم. طبعا اليوم راح اسوي حل البسكت بالكاكاو. احتاج شوفوا كوب كاكاو وكوب شكر و3/4 الكوب حليب وربع قالب زبد. طبعا وهذا البسكت هم يعني تكسروه بعد ما تخلوه هيج. هسه أنا بعد راح اكسره واشوفكم شلون يصير. بنات جربوا هذا الحلا كلش طيب. مرات الاطفال يعني من يشتهون حلا، يعني المكونات مالته كلها موجودة بأي بيت، والطعم مالته كلش طيب. جربوه ما راح تخسرون شي، وشوفوا الطعم كلش طيب. هسه بنات أنا خليت هذا الجدر على النار، راح أخلي الزبد. شوفوا بس يموع الزبد راح أخلي المكونات الجافة اللي هي مثل ما شوفتكم الكاكاو الشكر الحليب، ذن كلهن راح أخليهن. هسه راح أجي أخلي كل المكونات الجافة، الشكر الكاكاو العفو، الحليب، كلها شوفوا حتى تتلابس الكاكاو ويا الشكر ويا الحليب. شوفوا، وبعدين أخليه على النار، على نار هادئة. شوفوا هسه أني ذوبت الزبد. شوفوا بس بعد شوية هاي يذوب عندي تماما. أخلي المكونات الجافة اللي أني سويتها هسه. راح أخلي طبعا هاي مثل ما قلت لكم نار كلش ناصية. خليتها شوي وتظلون تحركون بيها. شوفوا لحد ما يذوب عندكم الشكر. شوفوا من يذوب عندكم الشكر طبعا تخلولها بيضتين. بنات طبعا اكو بيكم يقولون لا البيض يعني ما نخليه راح يسوي يعني زفرة. بنات اي زفرة ما تصير بيها نهائيا. جربوا هاي الطريقة وشوفوا. هسه اني من راح يذوب، شوفوا هسه الشكر بعده من راح يذوب الشكر راح اشوفكم شو وقت اخلي البيض. هسه شوفوا شلون ذاب الشكر. هسه راح اخلي البيض. طبعا ها شوفوا بيضتين انا خليت. تظلون تحركون. مثل ما قلت لكم اي طعم زفرة ما يصير بيها. هسه ظلون تحركون بيها لحد ما تحصلون على القوام اللي انا شوفوا هسه راح اشوفكم اياه. شوفوا بنات هسه انا حصلت على هذا القوام. شوفوا من حصلتوا على هذا القوام راح تطفون النار، راح تخلوه 10 دقايق وتخلوه بالبسكت. شوفوا هسه بنات أنا عندي هذا البسكت هسه أني قطعته كله، بس صار عندي شوية قليل خليته ويا هذا البسكت عادي. هسه بنات وهذا الشكل النهائي. شوفوا شوفوا كلش طيب. ويعني يعتمد على نوعية البسكت مالتكم ونوعية الكاكاو. هسه أنا هذا عندي الكاكاو نوعيته كلش يعني زينة، والبسكت هم نوعيته كلش طيبة، فطلع كلش طيب. جربوها ما راح تخسرون شي بيناتو، كلش سهلة ومكوناتها موجودة بكل بيت. طبعا هسه بنات اليوم ما قلت لكم اني على هاي الصلصات اريد احكي لكم عليهن. طبعا هاي الصلصات بنات طعمهم كلش طيب بالاكل، فحبيت انه افيدكم اقول لكم عليهن. هاي النوعية هاي صلصة شوفوا السمك. طبعا هاي كلش طيبة بنات تخلوها.
وتعطي يعني للسمك حموضة كلش طيبة. شوفوا طبعا هاي سعرها 1000 دينار. عندكم هاي صلصة أجنحة، هم جبتها، هم كلش طيبة، جربتها يعني أني عن تجربة. شوفوا طبعا شوفوا هسه بنات، شوفوا هاي صلصة الأجنحة، طبعا هم كلش طيبة على أجنحة. أنا الصراحة جبتها بس قلت أني ما أحكي هسه عليها، ويعني إنه إلا أشوف أجربها وأشوف يلا أقول للبنات عليها. فجربتها مثل ما قلت لكم كانت كلش طيبة، فقلت خل أقول للبنات حتى أفيدهم بيها. طبعا وجبت هاي هم، شوفوا مال ريزو، صلصة الريزو، شوفوا هيك تصير لونها، دا شوفوا هاي هم كلش طيبة بنات، هم جبتها. وجبت طبعا نفس النوعية بس خل أبيض، هاي شوفوا هم جبته. ودا أقولكم على هاي، وهاي نوعية الفطر. شوفوا طبعا أنا أعرف إنه مو الكل تحب الفطر، أكو يعني بعض الناس يحبون الفطر وأكو لا يعني، بس اللي يحبون الفطر هاي النوعية كلش طيبة. شوفوا هم جبت 2، إن شاء الله من أسويهم أصور لكم الطريقة. شوفوا طبعا وهاي هسه المشتريات اللي شوفتكم إياها، فقلت لازم أصورها للبنات وأخل أبيدهم يعني. هسه وصلت إلى نهاية الفيديو، أتمنى استمتعتوا وياي بالفيديو واستفاديتوا منه. لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. مع السلامة.